أيها الشعب الليبي العظيم، تنفيذا لإرادتك الحرة وتحقيقا لأمانيك الغالية واستجابة صادقة لندائك المتكرر الذي يطالب بالتغيير والتطهير ويحث على العمل والمبادرة ويحرض على الثورة والانتظام، قامت قواتك المسلحة بالإطاحة بالنظام الرجعي المتخلف والمتعفن الذي أزكمت رائحته النتنة الأنوف واقشعرت من رؤية معالمه الأبدان، وبضربة واحدة من جيشك البطل تهاوت الأصنام وتحطمت الأوثان، فانقطع في لحظة واحدة من لحظات القدر الرهيبة ظلام العصور من حكم الإتراك إلى جور الطغيان، إلى عهد الرجعية والرشوة والوساطة والمحسوبية والخيانة والغدر. وهكذا منذ الآن تعتبر ليبيا جمهورية حرة ذات سيادة تحت اسم الجمهورية العربية الليبية. صاعدة بعون الله إلى العمل إلى العلا، سائرة في طريق الحرية والوحدة والعدالة الاجتماعية، سافرة لأبنائها حق المساواة، فاتحة أمامهم أبواب العمل الشريف، لا مهضوم ولا مغبون ولا مظلوم ولا سيد ولا مسود، بل إخوة أحرار في ظل مجتمع توافرت عليه إن شاء الله راية الرخاء والمساواة. فهاتوا أيديكم وأفتحوا قلوبكم وأنسوا أحقادكم، وقفوا صفا واحدا ضد عدو الأمة العربية، عدو الإسلام، عدو الإنسانية الذي أحرق مقدساتنا وحطم شرفنا. وهكذا سنبني مجدا ونحيي تراثا ونصهر الكرامة زرحت وحق اغتصب. فيا من شاركتم عمر المختار جهاد المقدس من أجل ليبيا والعروبة والإسلام، ويا من قاتلتم مع أحمد الشريف قتالا حقا، يا أبناء البادية، يا أبناء الصحراء، يا أبناء المدن العريقة، يا أبناء الرياض الطاهرة، يا أبناء القرى، قرانا الجميلة الحبيبة، ها قد دقت ساعة العمل فإلى الأمام. وإنه يسرني في هذه اللحظة أن نطمن إخواننا الأجانب بأن ممتلكاتهم وأرواحهم سوف تكون في حماية القوات المسلحة، وإن هذا العمل غير موجه ضد أي دولة أجنبية أو معاهدات دولية أو قانون دولي معترف به، وإنما هو عمل داخلي بحث يخص ليبيا ومشاكلها المزمنة. وإلى الأمام، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا قائدنا نبوك ديما في الحياة رايدنا، بالخير ديما والهني وعدنا، بالخير ديما والهني وعدنا. يا نور ومنور، يا نور ومنور، يا نور ومنور، يا نور ومنور على البشرية. ولا عاش بعد اليوم هاللي يخونك، ربي يصونك ولا عاش بعد اليوم هاللي يخونك. وإن ما تنادينا نصبوا دونك، وإن ما يا اخواننا العرب كلكم تواجهون قطار الموت المتقدم من تل أبيب بدون رحمة بدون شفقة. لم يستطيع مجلس الأمن أن يوقفه، ولا الجمعية العامة للمتحدة أن توقفه، ولا الجامعة العربية أن توقفه، ولا الصليب الأحمر يوقفه. قطار الموت يتقدم بقوة بدون توقف. أما توقفه إرادة عربية، تضحية عربية، إجساد عربية، دم عربي، جسور من أجسادنا توقف قطار الموت. حبيب الملايين تسلم في كل انتصار، والكل انتصار تسلم. حبيب الثوريين تسلم يا روح الثوار، يا عمار الدار تسلم. حبيب الملايين تسلم في كل انتصار، والكل انتصار تسلم. حبيب الملايين تسلم في كل انتصار، والكل انتصار تسلم. حبيب الثوريين تسلم يا روح الثوار، يا عمار الدار تسلم. زرعت النما والخير في ديار كانت خالية، زرعت الوفا والحب في قلوب كانت بالية. زرعت النما والخير في ديار كانت خالية، زرعت الوفا والحب في قلوب كانت بالية. والثورة نحن جنودها واحنا نسيم ورودها، وجودنا بوجودها. والثورة نحن جنودها واحنا نسيم ورودها، وجودنا بوجودها. والنار في وجه العدو من دمنا ما ينتهيش وجودها. والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عاطفة على الرجعية نافذة. الله أكبر عاطفة على الرجعية نافذة. وانت معاك الله يا مؤمن بالله، واللي معاه الله يسلم تسلم. حبيب الملايين تسلم. بالأمس كان الليبي
ليست له هوية. عندما تقول ليبي فإنك تقول، عندما تقول ليبيا يقولون لك ليبيا، ليبيريا، ليبنون، ما يعرفوا ليبيا. أما اليوم تقول ليبيا يقول لك ليبيا قذافي، ليبيا الثورة. كل الشعوب الأفريقية تعتبر ليبيا قبلتها، وشعوب أمريكا اللاتينية وشعوب آسيا. حكام العالم كلهم بقواهم الكبر النووية يتقاطرون على ليبيا، على بلدكم، على طرابلس، على سرت، على بنغازي. إذاعات عربية شقيقة للأسف يخدمون الشيطان، يريدوا إهانتكم. نحن نريد أن نرد الآن بالفعل فوق الأرض في الميدان. كلهم يتحدون، تحدينا أمريكا في هذا المكان بجبروتها وبقوتها، تحدينا الدول الكبرى النووية في العالم وانتصرنا عليها. طاطوا رؤوسهم هنا. إيطاليا قبلت يد ابن الشهيد شيخ الشهداء عمر المختار. هذا مجد ما بعده مجد، ولا للبنغازي فقط بل للليبيين ولا العرب ولا المسلمين. لما كانت القنابل هنا في هذا المكان تدك بيتي وأولادي تقتلهم، أين كنتم أنتم يا شذار؟ أين كنتم أنتم يا متوع الحي؟ يلي لا تصدقون في الظلام، في حقاف درنا، وفي حقاف الجبل الأخضر، وفي حقاف في أي حقف أخرى. أين كنتم؟ أين كنتم؟ كنتم مع أمريكا تصفقون لسيادكم الأمريكان. عندما كان معمر قذافي وعائلته في هذا المكان تقصفهم القنابل 170 طائرة، تخطط الملوك وتخطط الرصاة وتخطط القصور في كل الوطن العربي. وجدت لي خيمة معمر قذافي. هذا مجد لا تفرط فيه ليبيا، ولا يفرط فيه الشعب الليبي، ولا الأمة العربية، ولا الأمة الإسلامية، ولا أفريقيا، ولا أمريكا اللاتينية، ولا كل الشعوب التي تريد الحرية والكرامة للإنسان وتقاوم الجبروت. نحن قاومنا جبروت أمريكا، جبروت بريطانيا، دول النووية، حلف الأطلسي قاومنا جبروتها. لم نستسلم